إذا هذه المسألة هذه ملي كنعرفوا شنو هي الاستقامة وكنعرفوا أنها واجب شرعي وليست من كمالات الدين بل هي أصل الدين، وأنها استقامة بالباطن من أعمال القلوب واستقامة بالظاهر بأعمال الجوارح من صلاة وصدقة وقول خير وفعل الخير ومن حجاب بالنسبة للمرأة وبالنسبة لما يجب أن يتسنن به الرجل في ظاهره، هذه الأمور كلها. ثم من أعمال القلوب من محبة وخوف ورجاء وإنابة. هذه أعمال القلوب هي مدارج السالكين. لا ديروا إن شاء الله درسوا مع بعضياتكم مدارج السالكين ولا تصنتوا المنازل الإيمان. هذه أعمال القلوب. قلبي من اللي يطالع عليه الله عز وجل والله مطلع عليه شنو خصو يشوف فيه؟ يشوف فيه حب لله، واش غيشوف فيه كذا، واش غيشوف فيه شي حاجة ما هياش، يشوف فيه التحرميات. كان الصالحين كان يقول الإمام الغزالي رحمة الله عليه، أبي حامد رحمة الله عليه، كان يقول فيما معناه: عجبت للمرء كيف يحرص على نظافة وجهه وهو محل نظر الخلق، ولا يحرص على نظافة قلبه وهو محل نظر الخالق. الحديث راكم حافظينه في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. وجاءت اللفظة الأخرى فيها ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، بجوجهم في صحيح مسلم. إذن هذه المسألة المتعلقة بالاستقامة الكلام عنها كثير. ثمرات الاستقامة أول حاجة في الدنيا كما ذكر الأستاذ عيسى حفظه الله الآية في سورة النحل: الحياة الطيبة. إن الذي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الإيمان والعمل الصالح هذه الاستقامة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه. هذه بالمؤكدات الثلاث اللي قال الله عز وجل. والله عز وجل لا يحتاج لمؤكدات، لكنه عندما يؤكد تعلم أن الأمر عظيم وأنه متحقق. خاص غير أنت تكون مصدق.